اعترفي بالحقيقه يا فتحيه، اعترفي. مين اللي ادالك الفلوس دي كلها؟ اللي خلاني اعمل كده الاستاذ مروان. مين اللي رسم لك الخطه؟ الاستاذ مروان. مين اللي رسم لك الخطه وخلاك تتهميني عنها بالذات؟ الاستاذ مروان. فتحيه اسمعي، اعترفي بالحقيقه يا فتحيه. انت ايه حكايتك؟ ايه حكايتك؟ قول لي ايه حكايتك؟ ومساء الفل عليكم، واسوأ 10 مشاهد غبيه من افلام ومسلسلات مصريه الجزء الرابع. خلونا نبدا بالمركز العاشر اللي هو اقل حاجه في الغباء، ونروح بقى للمركز الاول او للتوب 3 النهارده اللي فيهم بلاوي. طمني يا دكتور، انت جوزها؟ ايوه خير، فيه شد حيلك، مراتك تعيش انت. ماتت؟ لا مريحه جوه بس شويه، يعني بقى عاجبها ريحه الميكروكروم في العنايه المركزه. والله انا حاسس الدكتور متاثر اكتر اساسا من علي الحجار اللي مراته ماتت. ونروح للمركز التاسع ومشهد طبي برضه اغبى من اللي قبله مع الفنان محمود الجندي. اسم الله عليك يا عبده، ريتني كنت انا يا اخوي. نهارك اسود، بتهبب ايه يا دكتور؟ احمد ربنا يا عبده ان الجرح طلع سطحي، يعني يا دوبك لمس فروه الراس العليا. تقريبا بيحاول يكشف على اللي بيدور في دماغه بقى. ايه ده؟ انت اصلا يا دكتور مش حاطط السماعه في ودنك. طب بتسمع ايه؟ حاكم المخيخ بقى يا سي عبده عباره عن حته كده رهيفه بتفكرني بالفشه بتاعت العجله اللباني. ده تخصص جديد في الطب، تخصص كبده ومخ بانيه. ونسيب دكتور كبداكي ده ونروح للمركز الثامن مع اغبى عمليه تجسس في التاريخ. انا متاكده انه عارف اللي بينا. جرى ايه؟ ما قلت لك ما تقلقيش، خلي قلبك زي الحديد، احنا خلاص قربنا نوصل. لا هو نظركم اللي محتاج يبقى زي الحديد بالنسبه لسيخ الكفته اللي طالع من الزهريه قدامكم ده. ايه؟ انا ماشيه وراك زي العاميه يا عادل، انا خايفه قوي يا حبيبتي طول ما انا جنبك ما تخافيش. انا حاسه كده انه بيدبر حاجه، بس هي ايه مش فاهماها. ولا هتفهميها باي كيو صفر اللي عندك. جراسه ايه؟ وانا تلميذ اللي زي سعيد ده ما بيخطيش خطوه الا وانا ابقى عارف هو رايح فين. لا ساده يا استاذ من غير حلفان، والزهريه اللي قدامك اللي فيها سيخ الشاورما دي تشهد. من مربيتكم يا كلاب. طب سيبك تماما من المايك اللي قد الداهيه اللي قدامهم وهم مش شايفينه. استاذ يوسف شعبان مفروض قديم في عالم الجاسوسيه، ومحسن ممتاز ورأفت الهجان والعظمات دي بيتجسس عليهم بجهاز تسجيل اصوات بتاع الافلام. لو بيرفع اريا العربيه حويط قوي على اساس ان الجهاز ده اصلا جهاز وايرلس. وايدك كده يا غالي وخدها بسرعه، اعمل لايك من زرار اللايك اللي تحت واشترك معانا في القناه. شوف لك فيديو او اتنين كده كتجربه، عجبك الكلام كمل، ما عجبكش بقى الغي الاشتراك. الاشتراك كده كده ما بيلزقش. ونسيب التجسس الضايع ده ونروح للمركز السابع مع الفنانه داليا البحيري. ايه يا اما ده انت حاطه سكر في الشاي؟ ما انت بتشربيه حلو. اخوك عفيف اللي بيشربه مر. صحيح، انا نسيتي، بس افتكرت ترتبي السرير زي عفيف. عادي يا حاجه، بتحسن من نفسها. نسيتي بس كنت ماسكه كتاب افرنجي ونمتي وهو في حضنك زي عفيفي. من امتى وانت بتقري كتب افرنجي يا عفاف؟ عادي برضه، جايز بتاخد كورس انجليزي في المركز الثقافي الروسي. من امتى وانت بتقعدي بإشارب في البيت يا عفاف؟ وانت تخطط اللعب. انت مش عفاف، انا قلبي كان حاسس بيكي من ساعه ما دخلتي عليا. انا عفيف يا ام، انا عملت عمليه وبقيت بنت. حاسب يا عاطف، الله جسمي اتغير يا راجل. لا مؤاخذه يا كوتش. ونروح للمركز السادس معانا من عالم الحكم والمواعظ الفلسفيه في الدراما المصريه. وانا في ثانوي ما كنتش بحب الاحياء. عارفه ليه ما كنتش بحب الاحياء؟ عشان المدرس بتاعي كان بيجيب الضفدعه ويقعد يشرحها حتت صغيره قوي. خلي بالك من نفسك يا سميره. تخلي بالها من ايه؟ ايه علاقه سميره بالضفدعه؟ خلي بالك من نفسك يا سميره. كده معقوله. ونسيب الراجل بتاع الضفادع ده ونروح للمركز الخامس مع الفنانه تيسير فهمي. ناهد، انا طبعا زي ما انت عارفه ضابط شرطه برد بطرق، ما عنديش الا مرتبي ووظيفتي، ما عنديش ورث او اي دخل تاني، لكن مرتبي والحمد لله يقدر يخلينا نعيش حياه محترمه وكريمه. تقريبا هي خرصه. على فكره انا ما عنديش مانع انك تشتغلي، طبعا مرتبك هيفضلك. هو ناجي عنده شقه حاجز، يعني حاجز شقه، وان شاء الله هيستلمها كمان سنه ونص. لا ما هي السنين بتجري بسرعه. طب ابعت لنا جواب طيب طمنينا عليكي، قولي اي حاجه. انا اسفه. حقيقي اللي كتب السيناريو والحوار بتاع المسلسل ده تعب واجتهد جدا في المشهد ده. ونسيب الصمت العقابي اللي عاملاه تيسير فهمي ده ونروح للمركز الرابع مع الفنان محمد رياض والتربيه الايجابيه الحديثه في الدراما المصريه. اهلا، ازيك يا ام حسين؟
ايه الولد اللي انت لابسه؟ قال على الواد المسخره اللي هو لابسها دي، بلاش تقليد اعمى بقى، احنا لا عمرنا لبسنا لا بنطلونات جينز ولا فانيلات ولا جزم كاوتش. ماله، ما طفل تسعيناتي جميل اهو، لابس ترنج اصفر ملعلط زي الفل. يعني ايه ينقي الالوان اللي هو عايزها؟ وافرض بقى اختار جاكيته حمراء ولا صفراء ولا خضراء ولا معرفش الالوان الغريبه اللي بيختاروها اليومين دول، اوافقوا على رايي؟ بس ده كل هدومه بالشكل ده يا استاذ حسين. يبقى كل هدومه تترمي وانا اللي هلبسه بالطريقه المناسبه. بلاش المساخر اللي بتلبسوها دي، ورينا بقى الشياكه والقلاجه اللي هتلبسها للواد. يا علاء لا لبس جميل جدا وستايل ورحرحه في نفس الوقت. السلام عليكم. الاقي عند حضرتك كتب عن الفلسفه، قصة الفلسفة. أنا عايزك تقرأ الكتاب ده كويس. ارحم أمي العيانة. افتكر حاجة وتقرأ وتفهم كويس قوي. أي تعبير فلسفي أنت مش فاهمه هتلاقي معناه هنا بالتحديد. لو شوف الزمن لما يدور يا أخي، يا أستاذ محمد رياض بيتريق على الترنج بتاع الواد، وهو أساسا عرفنا بالترنج واحد طالع بيه في 3 مسلسلات. سيبك من اللي فات ده بقى كله، التوب 3 معانا مصايب من العيار التقيل، ونبدأ بالمركز الثالث معانا مع الفنان نهال عنبر، وأقوى عملية تخصيب يورانيوم في تاريخ الدراما المصرية. والبحث بتاعت موضوعه ايه؟ انا عايزه استخدم الليزر في تخصيب اليورانيوم. يا نهار اسود، انت بتتكلمي جد يا دكتوره؟ هو انا بعمل قنبله نوويه؟ انا بعمل تجارب بسيطه جدا. انا عايزه احاول اعمل تجارب في معمل الليزر. يلا على بركه الله يا دكتوره، ورينا بقى التجربه. يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعقل الكثير، كونان الرجل الصغير يسعى دائما. ايه ده؟ علبه قطيفه حاطه العينه بتاعت اليورانيوم المشع في علبه قطيفه من بتاعت الجوهرجيه. يا نهار اسود. لا انا اطمنت على مستقبل مصر في المجال ده طالما استاذه نهال عنبر هي اللي متوليه الموضوع. ناني. ونسيب استاذه نهال عنبر تنفجر في المعمل، ونروح للمركز الثاني مع استاذ احمد عبد العزيز. مالك اتخضيتي كده لما شفتيني؟ انا ليه؟ هو في حاجه بيني وبينك؟ اعترفي بالحقيقه يا فتحيه، اعترفي. مين اللي ادالك الفلوس دي كلها؟ انا هعترف بكل حاجه. اللي خلاني اعمل كده استاذ مروان. اعترفي بالحقيقه يا فتحيه، مين اللي رسم لك الخطه؟ استاذ مروان. مين اللي رسم لك الخطه وخلاك تتهميني عنها بالذات؟ استاذ مروان. اعترفي والا والله هبلغ فيك النيابه دلوقتي. والله يا فتحيه روحي النيابه اكرم لك. هتعترفي بكل حاجه. فتحيه اسمعي، اعترفي بالحقيقه يا فتحيه. اعوذ بالله. اعترفي والا والله. ونروح للمركز الاول بقى، واللي سايبهولك بقى للاخر، زبد الغباء مع الفنان شحاب مبروك. الله يرحمهم ابويا وامي، راحوا مني في اسبوع واحد، في يوم اكبر ما طلعلوش نهار، صحى ابويا من النوم لقى جاموستنا مات، حزن عليه يومين 3 وبعديها طب من القهره، طب ساكت. الله يرحمهم، البركه فيك. جت الكلبه بتاعتني حزنت على ابويا يومين 3 برضه، وبعديها طبت ساكته ماتت من القهره عليه. جت امي حزن جامد قوي على الكلبه بتاعتني، قعدت يومين 3 برضه وبعديها ماتت من القهره. يعني امك حزنت على الكلبه وما حزنتش على ابوك اللي مات في الاول؟ اصلها كانت بتحب الكلبه قوي، كانت عزيزه عليه. لو كده ماشي، هي الست ليها ايه غير بيتها وكلبتها. ولو ما شفتش الجزء الثالث من اسوأ مشاهد غبيه من افلام ومسلسلات مصريه، هسيب لك الفيديو هنا دلوقتي، ادخل شوفه، في شويه مشاهد يعني تشل. واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.